كنت يوما غارقا بين الكتب حين قرأت أن العصيان هو أساس الحرية، والمطيع ليس إلا عبدا. استفزتني العبارة وحاولت البحث في معنى الحرية. قلت: لماذا لا أسأل العارفين بالله في مجلسهم؟ أجاب أحدهم: الحر من اختار أن يملكه الله بالكلية. قالها وصمت، وأنا رددت وراءه: الحر من اختار أن يملكه الله بالكلية. ألا أوضحت؟ سألته فأجاب: عين التحرر هو التخلص من كل عبودية سوى عبودية الخالق. قلت: كأنك يا سيدي تتكلم اليوم بالألغاز، فنحن في عصرنا هذا لا نعبد آخرين، نحن أحرار. ابتسم وقال: يظن الناس أن الحرية هي التخلص من حاكم ظالم أو محتل، وهذا جزء من معنى الحرية، وربما هو الجزء السهل. الحرية أن تتخلص تماما من أي أمر يستعبدك، أي أمر تكون أسيرا له. صمت كلانا ثم عاد فقال: نحن عبيد رغباتنا وأهوائنا، والسعادة كلها أن يملك الرجل نفسه، والشقاء أن تملكه نفسه. الحرية هي معارضة الهوى، يعني لا يحزن الحر على فقد شيء، ولا يركن إلى وجود شيء، فإن من وجد شيئا فركن إليه، أو فقد شيئا فحزن عليه، فقد أثبت عبوديته لذلك الشيء الذي أفرحه وجوده وأحزنه فقده. صمت قليلا ثم أكمل: وكل من علق قلبه بالمخلوقين أن ينصروه أو يرزقوه خضع قلبه لهم، وصار فيه من العبودية لهم بقدر ذلك، حتى وإن كان في الظاهر أميرا لهم، مدبرا لأمورهم، متصرفا بهم. فالعاقل ينظر إلى الحقائق لا إلى الظواهر.